بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم والعمل قرنان لا يفترقان. بالعلم بتنال الدرجات العليا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله في كل مجتمعك الرقي في المجتمع، وبالعمل بتنال الثقة بالنفس والارتقاء في المجتمع والوصول للدرجات العليا كمان في مجتمعك وعندك ثقة بنفسك. فمن هنا احنا إن شاء الله بدأنا ان يكون معنا كورس اللاندسكيب في متوفر فيه جميع الوظائف وفي حاجات مهمة جدا بإذن الله هنعرضها، ودلوقتي بعرض لكم منها جزء كبير من الأماكن الأمور اللي احنا هنعرضها كاملة هنشوفها مع بعض. طبعا تسجيل، أنا بسجل وفي نفس الوقت بصور صورة شاشة بكاميرا عادية جدا من التليفون. ده عنوان الكورس زي ما هو واضح معاكم. وكمان بداية بنتكلم عن مفهوم اللاندسكيب وإيه معناه. دلوقتي هنشرح الكلام ده كله، وهنتكلم عن مقدمة عن اللاندسكيب، يعني دراسة الموقع وفهم احتياجات العميل والأمور دي كلها. دلوقتي بوضح كل ده إن شاء الله. أساسيات تصميم اللاندسكيب ونتكلم عليها بند بند بإذن الله. الحاجة التانية ادوات تصميم اللاندسكيب، ايه الادوات اللي انت بتستخدمها في تصميم اللاندسكيب. اللي بعده خطوات عملية تصميم اللاندسكيب، ايه الخطوات العملية اللي انت بتحتاجها في تصميم اللاندسكيب، وحبيت اعملها لكم في باوربوينت بحيث يكون سهل، مش كتابة ونصي، يعني شكل سهل وللجميع ان شاء الله. طبعا انهاء التصميم واداء وادارة الاعمال المتصلة به. طبعا في ادارة التصميم في إضافة الألوان وتصميم رسومات الحاسب والتصميم، كل ده هنتكلم عليه بإذن الله بوضوح. آخر حاجة هنا قسم خاص بيكون تشغيل وصيانة أعمال اللاندسكيب. قسم تشغيل وصيانة أعمال اللاندسكيب ده في جميع أنواع الصيانة، يعني إدارة وصيانة العشب الطبيعي والعشب الصناعي وصيانة الأشجار والشجيرات والنباتات، ده بنسميه السوفت سكيب، بالإضافة للأنسجة النباتية ومغطيات التربة وأنواع ومواصفات التربة واستخدام تعديلات التربة، أعمال التقليم، أعمال التسميد والري للنباتات والأشجار. وفي كمان بعرض لك كمان البرنامج السنوي لرعاية أشجار النخيل. وبكده بيكون وصلنا لنهاية، وبعطيك كمان نماذج لعرض من التصميمات، وإن شاء الله بنعرض فيديو كامل بيكون فيه واضح فيه كل الحاجات ديت وبنشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ده العرض اللي اتفقنا عليه ان احنا نوريكم كورس اللاندسكيب كامل، محتويات الكورس من البداية تعريف اللاندسكيب، دراسة الموقع اللي هي في المقدمة زي ما اتفقنا، أساسيات تصميم اللاندسكيب، رفع المساحة بمساحة اللاندسكيب، تخطيط المساحة، مساحات العشب والنباتات ومساحات الحركة والإضاءة والعناصر الرئيسية في التصميم وإضاءة بالإضافة للأشجار، الماتيريال، الصلب، كل شيء. أدوات تصميم اللاندسكيب. إيه هي أدوات تصميم اللاندسكيب؟ استخدام العروض التقدمية للعملاء المقاولين، فهم التصميم، الحاجات اللي اتفقنا عليها إن إحنا بنقدم مرة فيها عرض ال 2D وال 3D، إزاي تقدم للعميل. طبعا المعتمد بيكون برنامج الأوتوكاد هو المعتمد في التخطيطات الرسمية، ولكن العرض ال 3D بيكون عشان تقدر توضح الصورة للعميل. الجرافيكس وأدوات تانية تساعد مصمم اللاندسكيب. إنشاء وتصميم دفاتر خاصة بيك، يعني وتكتب فيها النباتات. مفاهيم وطرق تحديد النباتات من خلال التطبيق، مبادئ التصميم المستخدم. الخطوات العملية لللاندسكيب. كل الكلام ده احنا عدناه كامل، بس أول مرة أنا سجلت ما كانش الصوت واضح، فحبيت إن أنا أعيدها كمان مرة. ماشي. إيه هي الخطوات العملية لللاندسكيب؟ تشغيل وصيانة أعمال اللاندسكيب كامل
تشغيل وصيانة أعمال اللاندسكيب، اللي هي إدارة وصيانة الحدائق، وإدارة وصيانة العشب الطبيعي، وصيانة الأشجار والشجيرات والنباتات. كلها طبعا بتختص بأكتر شيء بالسوفت سكيل: الأنسجة النباتية ومغطيات التربة وأنواع ومواصفات التربة واستخدامات تعديلات التربة المختلفة وأعمال التأليم والتسميد. وفي برنامج تسميد بيكون سنوي للتسميد العضوي والتسميد الكيميائي، النباتات والأشجار والزهور. طبعا البرنامج السنوي لرعاية النخيل اتفقنا إن بيكون عليه برنامج كامل. الري، إذا كان ري سطحي أو ري عادي. ده نموذج اتفقنا إن احنا بنعرض فيه، بس إن شاء الله هنقدم نموذج أفضل هيكون واضح. في هنا مرحلة أنا حاططها عندي هنا من أعمال الإزالة، لأن اتكلمت قبل كده في أعمال الإزالة إذا كانت يدوية، إذا كان بصعوبة دخول المعدات بنشتغل بشكل يدوي. وتكتب كل حاجة أنت بتعملها، بتكون مكتوبة طبعا في المراحل اللي أنت اشتغلت عليها. أعمال الإزالة طبعا دي إزالة يدوية، في ممكن يكون موقع مفتوح تقدر تدخل فيه، لكن لو كانت الفيلا مثلا صعب الدخول للمعدات بيكون الإزالة بطريقة يدوية. دي أول مرحلة أنت بتشتغلها في مراحل التنفيذ اللاندسكيب، مراحل الإزالة. وبعديها بتضيف الرمل الجديد وبتضيف تشوف بقى شبكات الري. أوكي، أشكركم جميعا.
زي ما اتفقنا في عند إنهاء المشروع أو إنهاء التصميم اللي أنت شغال عليه، بيكون عندك حاجات مهمة جدا لازم تكون مركز عليها. إيه هي؟ إدارة الأعمال المتصلة بالمشروع نفسه اللي أنت اشتغلت عليه، زي إضافة الألوان للتصميم والرسومات الموجودة عندك في الحاسب الكمبيوتر الشخصي تبعك. كل واحد بيدور على بدء مرحلة التنفيذ هتكون قد إيه على حسب المخطط اللي انت شغال فيه. بيكون اول حاجة بتكون مراحل زي اعمال الازالة، بتشيل هتاخد مدة قد ايه، اعمال اضافة رمل جديد هتاخد مدة قد ايه. تحط كل ده في خطتك. الحد الادنى من المعدلات اللازمة لتنفيذ المشروع قد ايه، والحد الاقصى طبعا كل ده بنعمله. البرنامج بيكون موجود على مايكروسوفت اكسل، تقدر تعملها، تكتب المدة هنا وهنا وتحدد برنامج لنفسك. تمام. بالاضافه الى تحديد القوى العامله اللازمه للمشروع، هتقدر تحتاج كام عامل، وهتحتاج قد ايه فنيين، قد ايه تكنيكال. واحد هيقدر يشتغل، واحد هيكون بايب فيتر يعني اللي يقدر يشتغل في البايبات في الريجيشن سيستم. العمال توزع العماله بطريقه صحيحه. تمام. مع العروض الفنيه والعروض الماليه للمناقصه. المناقصه دي انت بتكون يعني عامل حسابك ان انت بتحاول بقدر الامكان انك انت تكسب وتكسب شركتك اللي انت شغال فيها. وممكن ان شاء الله بامر الله تكبر وتتعلم اللاندسكيب وتكون صاحب شركه، تقدر تحافظ على مالك برضه. تقدر تحافظ ان انت تكسب من خلال اي مشروع يجي لك، ازاي تقدر توفر منه من الاداره يعني العروض الماليه والعروض الفنيه. يعني ازاي تقدر تدير الامور الماليه كمان. تمام. مع اضافه ان انت تقدر ازاي تحافظ على ربحيه اعمالك في اللاندسكيب. ايه المتطلبات اللي احنا نقدر يعني نوفر منها؟ سيان، اذا كانت الحاجه دي اقدر اعملها مثلا بست عمال، وهقدر اشتغل بمعده زي البوب كات او البوب لودر او اي حاجه عند نقل الرمل من مسافه لمسافه كمثال يعني. اوفر عدد الست عمال. مثال اذا كان العامل في اليوم ب 100 جنيه او ب 100 درهم او بسي، والبوب كات ده هياخد مني 300، يبقى انا وفرت. لو انا هستخدم ست عمال ابقى وفرت مثلا بدل ما هصرف 600 هصرف 300 لو حطيته في اليوم هو كامل بال 300 كمثال. وانت بقى على حسب اللي انت شايفه قدامك. تمام. اخر حاجة طبعا اتكلمنا عليها في تشغيل وصيانة اعمال اللاندسكيب، ونتكلم عليها بالتفصيل طبعا بإذن الله. لان طبعا تشغيل وصيانة اللاندسكيب بند كبير جدا، ويحتاج شرح كامل للمشاريع والإدارة المشاريع، وكل حاجة عندك موجودة أنت تقدر تشتغل عليها. طبعا صيانة التشغيل اللي بتكون عقود صيانة دورية، يعني بتكون يوميا متواجد في الموقع، يوميا متواجد دوام يعني أوقات عمل رسمية وأوقات عمل وكل شيء، ولازم جدول وصيانة وبنظام، مع ترحيل مخلفات من الموقع، مع كل حاجة أنت بتكون عامل حسابها. بتبدأ من صيانة التشغيل دي يعني